السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في موضوع جديد وهو الكول اوت. آه، الكول اوت ده هو ايه؟ هو نوع من الفيو تبع يعني dependent view، اللي بيطلع من الفيو التاني عشان يوضح جزء محدد بتفصيل أكبر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بفصل جزء معين من بلان مثلا اللي عندي، جزء معين وليكن ده الحتة دي مثلا، واقدر اشتغل على الجزء ده ان انا مثلا اغير السكيل بتاعه، اخليه مثلا بدل هو 1 ل100 ب1 ل50 1 ل20، او اعلي الديتيل، الليفل اوف ديتيل، او اي حاجه يعني في الفيجوال، في الفيجوال ستايل بتاعته. وبعدين اخد الجزء ده واحطه في الشيت بتاعي مثلا يعني. ازاي باجي ارسمه؟ هاجي ارسمه من هنا من فيو تاب، هلاقي فيه كول اوت، هلاقي فيه ريكتانجلر وفيه ان انا اعمل سكتش، فانا اخدته ريكتانجلر. وبعدين رسمت، مثلا عاوز اخد الجزء ده، خلينا نعمل مثلا شيت جديد، نيو شيت، خليه A1، واعمل دراج مثلا انا في ليفل 11، اخد فلور ليفل 11 ده، اللي ثانية واحدة كروب فيو، كروب ريجن انفيزيبل، اعمل قد ده بس. تمام. انا حطيت مثلا الليفل ده في الشيت ده. وبعدين هروح اخد الكول اوت ده، واعمل له رايت كليك جو تو فيو، واخلي مثلا السكيل بتاعه 1 ل50 مثلا، واخليه مثلا ليفل اوف ديتيل فاين، واعمل شوية مثلا dimensions. وبعدين مثلا ممكن اغير في الهاتش بتاع الكاميرات والاعمدة، structure framing، اخليها non visible، والstructure columns نفس النظام. فظهرت معايا بالشكل ده. وبعدين اسحب الكول اوت ده في الشيت، فالاقيه يعني ايه، انا كبرت السكيل، ممكن عشان الدنيا توضح اكتر ممكن اخلي السكيل 1 ل10. فانا عملت اللي هو ان في الكول اوت ده، آه يعني اظهرت التفصيلة المعينة ديت اللي هي هنا كنوع من الاظهار، يعني ان انا اظهرت الحتة الصغيرة ديت بشكل كبير وفيها تفاصيل معينة فبتساعدني في الاظهار. تاني حاجة هلاقي اما انا عملت الكول اوت، هلاقي فيه هنا في التفصيلة دي، في الدايرة دي بيبقى فيه فوق الديتيل نمبر، ان هي الكول اوت رقمها 2، ديتيل نمبر في الشيت رقمها 2، وهي في رقم الشيت اللي هو شيت 15 اللي هو اللي احنا حاطينها فيه. نفس الموضوع يعني لما كنا بنعمل في السكاشن. تمام. في كمان حاجة ممكن نعملها أما بنيجي نعمل كول اوت، في نفس الموضوع في السكاشن ريفرنس فيو. لو انا مثلا عندي حاجة متشابهة، يعني فيها نفس التفصيلة وعاوزهم يروحوا على نفس الفيو بنفس الكول اوت، فانا اقول له ريفرنس واختار كول اوت اللي شبهه ده،
او درافتنج فيو وعملها، فالاتنين يروحوا على نفس الفيو، فهلاقيه ادى نفس التفاصيل في الديتيل نمبر بتاع الكلاوت ونفس رقم الشيت. اروح رايت كليك هيوديني على نفس الكلاوت الاولاني. آه، تاني حاجة في لما بنيجي نرسم طريقة الرسم التانية سكتش، هلاقي في طرق رسم كتيرة ريكتانجلر أو بالبوليجون ده، ونفس النظام يعني كطرق رسم مختلفة إن احنا ممكن نستخدمها. وكده الموضوع يعني سهل وبسيط في موضوع الكلاود ده، وأتمنى حضرتك تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.